بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نتكلم عن القراءة المقطعية العروضية لسورة الزلزلة. وهذه السورة كما تعلمون هي من الصور التي تقع في الحزب الأخير، الحزب 60، وعدد مقاطعها المقاطع الصوتية عدد مقاطعها 60 مقطعا صوتيا مع استثناء البسملة. والقراءة المقطعية العروضية كما تعلمون وكما أخذت على نفسي في هذه القناة هي القراءة التي تقرأ بالمقاطع الصوتية. والمقطع الصوتي كما هو معلوم، المقطع الصوتي هو وحدة، ومعلوم في اللسانيات، هو وحدة صوتية تنتهي بساكن قبله حركة، ساكن قبله حركتان، ساكن قبله 3 حركات، ساكن قبله 4 حركات إلى ما فوق هذا. بالنسبة للعروض فإننا لا نتجاوز المقطع الثلاثي، لأن العروض فقط تلعب بالمقطع الأحادي والثنائي والثلاثي. هذا ما نجده في جميع أوزان الشعر العربي التي خلفها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولكن بالنسبة للقرآن الكريم فنحن نجد المقاطع الطويلة، ووحدة الصوت في قراءة القرآن هي المقطع الثنائي. يعني كل زمن إيقاعي ملي كنبقاو نقراو بالإيقاع يجب أن يقع المقطع الثنائي في زمن واحد، زمن إيقاعي واحد. ومقبول كذلك أن نقرأ بالمقطع الأحادي في زمن واحد. إذا كان عندنا مقطع أحادي كنقرأوه في زمن واحد، إذا كان عندنا مقطع ثنائي نقرأه في زمن واحد. ولكن إذا كان عندنا مقطع الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي فهذه تخضع إلى قاعدة سوف أتكلم عنها. فمثلا المقطع الأحادي مثلا بحال البسملة أقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقاطع كلها أحادية للأخير، إلا المقطع الأخير كنقول الرحيم، فهو كيوقعوا في زمن إيقاعي واحد. ولكن إذا كان عندي مقطع طويل ثلاثي رباعي خماسي سداسي هنا كاينه قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هي نقسم المقاطع الصوتية إلى صنفين: هنالك المقاطع الفردية والمقاطع الزوجية. المقاطع الفردية هي 3 5 7 9 11 فما فوق، يعني المقاطع التي لا تقبل القسمة على 2. أما المقاطع الزوجية هي المقطع الرباعي والسداسي والثماني والعشري والاثنى عشري فما فوق، وهي التي تقبل القسمة على 2. إذن إذا كان عندي مقطع أحادي كيكون في زمن واحد، إذا كان عندي مقطع ثنائي كيكون في زمن واحد، إذا كان عندي مقطع ثلاثي هنا كتكون القاعدة وهي كنعمل النبر. النبر هو مهم، هو تشديد الصوت ورفعه. النبر كيكون مع الإيقاع، كيكون في إلا كان عندي المقطع الثلاثي كاين النبر على الحرف الأول ديالو والحرف الثالث،
مثلا كتب كتكون على الكاف وعلى الباء كنقول كتب. كذلك إلا كان خماسي كيكون على الأول وعلى الثالث وعلى الخامس. أما وهكذا ذلك بالنسبة للمقطع السباعي والتساعي إلى غير ذلك. أما بالنسبة للمقاطع الزوجية فالنبر لا يقع على أول حرف من المقطع. إذا كان عندي مثلا المقطع الرباعي كيكون النبر على ثاني حرف فيه وعلى رابع حرف فيه. إذا كان السداسي كيكون على جوج وعلى ربعة وعلى ستة. إذا كان ثماني كيكون على جوج وعلى ربعة وعلى ستة وعلى ثمانية. فهذه هي القاعدة. فلكي تقرأ القراءة قراءة مقطعية موزونة كما يقرأ بها كبار القراء فيجب أن تعرف أين تضع النبر. فإذا عرفت أين تضع النبر وأين تشدد الصوت وتضغط عليه فسوف تصبح بإذن الله قارئا جيدا. إذا بالنسبة للبسملة لنا نتكلم عليها. إذا مررنا إلى أول آية من آيات الزلزلة إذا زل. إذا هذا مقطع ثنائي يكون في زمن واحد كنقول إذا زل. من بعد اش غنلقى إذا زل زي لا تي لر. هنا نلقى المقطع الرباعي. قاعدة اش كتقول إذا كان عندي مقطع رباعي النبر قد يكون على ثاني حرف فيه وعلى رابع حرف فيه. الرابع حرف هو الأخر. إذا كنقول إذا زل زيلتي الأرض زلزالها. النبر دائما في المقطع العربي دائما يقع على آخره. إذا هنا قلت إذا زل زيلتي الأرض. إذا خصني نوضع النبر على اللام وعلى اللام الأخرى. إذا كنقول إذا زل زيلتي الأرض ذو زلزالها. إذا بحال هكا كنقرا كنقول إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا كتلاحظوا بالنسبة للمقاطع الزوجية راه كيكون النبر على ثاني حرف فيها. إلا كان مقطع فردي كيكون عنده مكان واحد. ولكن إذا كان عندي رباعي هنا رباعي كيكون النبر على ثاني حرف في المقطع وعلى رابع حرف في المقطع. وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. هنا كذلك المجموع ديال المقاطع عندي 6. كنقول وأخ. هنا مقطع ثنائي. إذا النبر غادي يكون علاش؟ النبر غادي يكون على الخاء. وأخرجت الأرض. هنا كنقراو هنا بورش قراءة ديال الورش وأخرجت الأرض. إذا عندي المقطع الثنائي يليه المقطع الرباعي. إذا الرباعي غادي يكون النبر على ثاني حرف فيه وعلى رابع حرف فيه. كنقول وأخرجت الأرض أثقالها. وأخرجت الأرض أثقالها. إذا هنا كتلاحظوا وأخرج خصك النبر توضعوا على الجيم ما توضعوش على الراء. ما تقولش وأخرجت الأرض. هنا الميزان أو الوزن أو القراءة المقطعية قد تكون غير صحيحة. إذا كنقول وأخرجت الأرض أثقالها. كان عندك المقطع الثنائي أو الأحادي النبر ديالو كيكون في زمن واحد إيقاعي. ولكن إلا كان عندك رباعي النبر غديرو على رقم 2 الحرف الثاني وعلى الحرف الرابع. وقال الإنسان ما لها. وقا لا لن وقا. هنا مقطع ثنائي النبر غيكون على القاف. وقا لا لن وقا لا لن وقال لن. المقطع ثنائي وقال لن. سا مقطع أحادي. لنسى نما ثنائي. ما لها ثنائي. المقطع الثنائي النبر غتوضع على الحرف الأخير الأخر ديالو. لأن قاعدة هذه فيزيائية. النبر في المقطع الصوتي العربي دائما يقع على آخره. وقال الإنسان ما لها يومئذ
يحدث أخبارها. هنا عندنا 6 ديال المقاطع في هذه الآية، ولكن سوف نستضيف المقطع الثلاثي. إذا عندنا القاعدة اش كتقول؟ إذا كان عندك المقطع فردي النبر يكون على أوله وثالثه. إذا كان رباعي شفناه في الآية اللي فاتت. إذا كنقول يو، هذا مقطع أحادي. دائما المقطع الصوتي عينك على الساكن، ملي كتلقى الساكن شوف شحال من حركة قبله. إذا يو مقطع أحادي. مائذ، يومئذ. إذا غتقول يومئذ. إذا النبر غادي يكون على الميم وعلى الذال، كتقول يومئذ تحدث أخبارها. إذا يومئذ. إذا مائذ هذاك مقطع ثلاثي، النبر غتوضع على أوله وعلى ثالث حرف فيه. غتقول يومئذ تحدث أخبارها. تحدث هذا مقطع ثلاثي. إذا النبر غادي يكون على الدال وعلى الهمزة. تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها. هنا عندي كذلك 6 ديال المقاطع. بأننا، هنا نفكو الإدغام. بأننا ربك أوحى لها. بأن مقطع ثنائي. بأننا رب ثنائي. بك أو، هنا كذلك مقطع ثلاثي. بأن ربك أو. إذا النبر هنايا غادي توضعو علاش؟ غتوضعو على الباء ملي غتفك الإدغام. غاش تقول بأن ربك أوحى لها. هنا ملي نفكو الإدغام راه يولي عندي مقطع ثلاثي. بأن ربك أو. إذا هنا النبر غادي يكون على الباء. بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أنا عندي 8 ديال المقاطع في هذه الآية. يومئذ، هنا عندي مقطع ثلاثي، عندي أحادي ثلاثي. يو هذه شناها قبيلة يومئذ. إذا غتقول يومئذ. النبر غادي يكون علاش؟ على الميم. يومئذ تحدث أخبارها. إذا يومئذ مقطع ثلاثي. لا، يومئذ هنا يصدر الناس، لأن شنا هذيك. يومئذ يصدر الناس. يومئذ هنا ثلاثي. يصدر الناس أشتاتا. عندك يو أحادي، مائذ ثلاثي، يص أحادي، يصدرن ثنائي، نا أحادي، نا سؤش ثنائي، تا أحادي، تا أحادي. إذا هنا المشكل فين عندي؟ عندي في يومئذ. كنقول يومئذ يصدر الناس. إذا النبر غيكون على المام وعلى الذال. يصدر الناس أشتاتا ليراو أعمالهم. هنا غادي نلقاو ليراو أعمالهم، غنلقاو المقطع الرباعي. ليراو، هذيك الواو كيتحرك، ما يكونش ملي كنوصلوا القراءة الأصل ديالها ليراو أعمالهم، ولكن إلا وصلنا القراءة كتولي ليراو أعمالهم. إلا قلنا ليراو، هنا المقطع الرباعي. إذا المقطع الرباعي خص النبر يكون على الثاني وعلى الرابع. في اش نقول؟ ليراو أعمالهم. ليراو أعمالهم. ما نقولش ليراو أعمالهم، لا، كنقول ليراو أعمالهم. فمن يعمل، فمن ثنائي، يع أحادي، مل أحادي، مث
أحادي قا أحادي مثقال ذر ثنائي راتين ثنائي خي أحادي رن أحادي يراه ثنائي. إذا هنا ولله الحمد النبر سهل. عندي المقطع الأحادي والثنائي راه دائما كيكون في زمن واحد، ولكن بالنسبة للمقطع الثنائي يجب أن أتنبه بأنني لا أضع النبر إلا على آخره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن هنا ثنائي، إذا النبر خصني نديرو على الميم. ومن يع أحادي مل أحادي مث أحادي قا أحادي مثقال ذر ثنائي رتن ثنائي شر أحادي رن أحادي يراه. إذا كتلاحظوا بصفة عامة بأن القراءة المقطعية العارضية، وهي عندما أكون أقرأ بالمقاطع الصوتية، فإذا كان عندي مقطع أحادي كيكون في زمن إيقاعي واحد، إذا كان عندي مقطع ثنائي كيكون في زمن إيقاعي واحد، ولكن يجب أن أضع النبر على ثاني حرف فيه. إذا كانوا عندي مقاطع طويلة سوف أقسمها لقسمين: المقاطع الفردية والمقاطع الزوجية. المقاطع الفردية هي 3 5 7 9 فما فوق، وهذه أين أضع النبر؟ أضع دائما على أول حرف فيها، وعلى ثالث حرف فيها، وعلى خامس حرف فيها، وعلى سابع حرف فيها. راه ملي غادي نوصل للأخير ديالو راه غادي نلقى راسي صادفت الأخر ديالو بالنبر، يعني دائما خاص آخر المقطع خصو يكون منبور. إلا بديت في المقطع الفردي بالحرف الفردي، راه ملي غادي نوصل للأخر ديالو غادي نلقى راسي نبرت آخر المقطع، وهذا القراءة كتكون صحيحة. أما إذا كان زوجيا فيجب أن أتنبه، فلا أضع النبر إلا على ثاني حرف فيه، ورابع حرف فيه، وعلى سادس حرف فيه. علاش؟ لأن ملي غادي نوصل لآخر المقطع غادي نكون نبرت آخر المقطع ديالو، وهذه قاعدة فيزيائية، يجب أن يكون آخر النبر العربي منبورا، وهذه هي القراءة المقطعية العروضية، وهذا هو ما يفعله كبار القراء. أما قضية الأنغام وقضية المقامات فهذا شيء آخر، ولكن بالنسبة للقارئ اللي يقرأ بطريقة موزونة وبطريقة صحيحة، فعليه أن يتنبه إلى مواضع النبر. فإذا تتبع مواضع النبر فإنه سوف يقرأ ولله الحمد قراءة جيدة. وإلى اللقاء في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.